يعني الوضع في سوريا مش منفصل ابدا عن التحولات اللي حصلت في فتره الاستعمار في منطقه الشام فعلا. ومنطقه الشرق الاوسط، مش منفصل ابدا، بالعكس. هو انت لو رجعت خطوتين بس لورا هتلاقي ان الكلام عن تقسيم سوريا يعني سياقات مركبه يعني، لكن فكره استقلال، فكره الدوله العربيه اصلا، فكره القوميه العربيه كفكره نشات في منتصف القرن ال19، فكره الثوره العربيه وفكره تقسيم الدوله العثمانيه. طب الاقليم ده هيتقسم لاقاليم مذهبيه، يبقى دوله للمسيحيين اللي هي بقت لبنان، دولة بغالبية مسيحية يعني اللي هي بقت لبنان، دولة بغالبية سنية، دولة بغالبية كردية، الله، هو نفس الكلام اللي كان بيتقال في نص القرن ال19، هو نفسه الكلام اللي احنا لسه عطلانين فيه النهاردة. وما زالت إشكالات منطقة الشام متعلقة بفترة الاستعمار اللي كان فيها النفوذ الإنجليزي والفرنسي بيقسم المنطقة بالمعنى الحرفي للكلمة، بيقسم المنطقة وفقا للنفوذ. يعني حدود المنطقة بالكامل، حدود المنطقة العربية بالكامل، الشرق الأوسط ده كله بالكامل، ووضعت الحدود اللي احنا نعرفها النهاردة وبندافع عنها باعتبارها ان هي المكتسبات الوطنية والسياسية للدول. هي في الحقيقة الحدود اللي اتحطت في فترة الاستعمار